أن الجزائريين ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار في قرارهم وفي تصرفاتهم. اليوم نكلم رئيس الجمهورية وسنخاطبه ليست بكلمة سيد الرئيس بل بكلمة عمي تبون التي لقبك بها شعبك. ما نجاوبوش، وأنا انتخبني الشعب الجزائري وما نعترف إلا بالشعب الجزائري. عمي تبون، ونحن من انتخبناك ولنا حق عليك أن نوصل لك رسالة شعبك الطيب. هو عمي تبون العزيز الغالي، ما كاش رايس في الجاز على الجزائر كيما تبون خو. مين الرايس؟ انا تقول عمي تبون، قول له عمي تبون يا خو، باسكو هو خلانا نحسوه شغل ماشي راهو رئيس تاعنا، شغل هو واحد من الدار من لا فامي الذي يستحق كل خير. عمي تبون، وبصفتي ابن الجزائر البار الذي يحب هذا الوطن، ولا يمكن أن أخفي عليك الحقيقة، ولا يمكن أن نخون هذا الوطن. كلمة الحق تقال، قل الحق ولو كان مرا، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع. عمي تبون، هل تعلم أن الأسعار الآن في متناول الأغنياء وليست في متناول الفقراء؟ عمي تبون، الأسعار حطمت الأرقام القياسية في الغلاء. انما وقسما بالله العلي اللي نحكموا ما نطلع مهما كان، يندم على النهار اللي زاد فيه. إذا كان 30 سنة ما تكفيش نفوت الإعدام، ايش مشكل؟ عمي تبون، هل تعلم أن أصحاب المخابز أصبحوا يحتالون على الشعب الجزائري بدعوى رفع الخبز إلى 15 دينار جزائري بعد ما كان 10 دنانير جزائرية، وأصبحوا يستعملون الكذبة خبز محسن وهي أكبر كذبة وأكبر محتالين. عمي تبون، هل تعلم أنه إذا لحقت 10 تاع الصباح ينقلب البيع الخبز المحسن الذي تم سرقته أصبح السميد إلى 20 دينار جزائري؟ كل هذا ولا حسيب ولا رقيب. عمي تبون، هل تعلم أن سعر الطماطم وصل ل 200 دينار جزائري، وبعض أسعار الخضر صارت غير ممكنة للشعب الفقير؟ عمي تبون، هل تعلم أن سعر الدجاج أصبح ينافس سعر اللحم؟ وهل تعلم أن أصحاب المقاهي مع احترامي للبعض أصبحوا يحتالون على الشعب الجزائري بسرقة أموالهم، وذلك برفع سعر القهوة إلى 50 دينار جزائري واستعمال الحليب المدعم في المقاهي، بعدما رأينا في الأيام السابقة الرقابة على المقاهي صاروا يسرقون الشعب باسم حليب غير مدعم وهو مدعم. نحن نعلم جيدا أن أذناب العصابة وأصحاب المال الفاسد التي أعلنت أنت الحرب عليها هي من تقف الآن في طريقك، لأن كلمة عمي تبون صاروا لما يسمعونها كأنهم يسمعون أصوات الرصاص في آذانهم. عمي تبون، نعلم أنك تضحي من وقتك لأجل هذا الوطن، لكن نعلم جيدا أن أذناب العصابة هم من يدفعون الأموال لشراء الفلاحين بأموال الفاسدة لكي لا يتم غرس تلك الأرض، ليرفعوا الأسعار ويشوهون صورتك أمام المجتمع الجزائري. عمي تبون، نحن نعلم أن أصحاب المال الفاسد يشترون الحليب من المزارع ويسكبونها في الشارع، وذلك خلق ندرة حليب لضرب الشعب بوطنه. عمي تبون، أقول لك بالمختصر المفيد ولا يمكن كشف معلومات تصلنا من أبناء شعبك الأخيار على مخططات أصحاب المال الفاسد لضرب هذا الشعب في جيبه. في الأخير عمي تبون، اضرب بيد من حديد، فهؤلاء لا يخافون من الله، فرجنا فيهم عمي تبون، ونحن وبإذن الله سنكون سندك. سلام. كيف فخمة قل حق جينا أنا قاعد نستخدم الطاقة تروح في هدرة أخرى فينا. راح وهدد الجزائر.